دابا نبسطوا الامور. كيف يعقل بان اشرف حكيمي الا هضر على راسو وكيقول بانني انا كنستحق الكره الذهبيه بحال واحد تيطلق الصرخه ديال المظلوم، او انني مظلوم على مستوى الادعاء في هذه القضيه ديال الابتزاز، وان الارقام ديالي كتشفع لي بانني نكون بالون دور، ممنوع عليه، حرام عليه. في الوقت اللي يجي رئيس ديال فريق باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ويقول بانه عثمان ديمبلي يستحق الكره الذهبيه، حلال على رئيس النادي. يجي المدرب ديال فريق باريس سان جيرمان لويس انريكي في العز ديال التالق ديال اشرف حكيمي اللي عثمان ديمبلي مازال ما ضربش شونطر واحد في كاس العالم للانديه، ويقول لويس انريكي بان عثمان ديمبلي كيستحق الكره الذهبيه. وحنا عارفين الخلفيات ديال لويس انريكي. لويس انريكي بالدارجه المغربيه كيقلي السم اللاعب كيليان مبابي على اعتبار انه خرج مبابي، بغى يبين لمبابي بانك خرجتي العشره ديالك لبسها ديمبلي، الادوار الدفاعيه اللي ما كنتيش كدير داخل النادي الباريزي كيديرهم عثمان ديمبلي، وانت مشيتي دينا الشامبيونز ليغ وغنديو السوبر الاوروبي وعثمان ديمبلي غيدير البالون دور. كيضرب الشبش. هذه امور تعنيهم، كل واحد عنده فمو يعني يقول به اللي بغى. مزيان الا كانت الحريه كدعيها فرنسا، وانا ما غنخوضش في هذه الامور هذا، وهي معروفه بهذه الحريات وانك حريه التعبير وبزاف ديال الحوايج اللي خارجه عن السياق ديال القناه التي يعرفها الجمهور الكريم. كيف يعقل بان رئيس نادي ينتصر لاعب داخل الفريق ديالو اللي هو باريس سان جيرمان، عنده مجموعه من اللعابه 9 مرشحين، وكيجي المدرب ديال فريق باريس سان جيرمان ويقول لك عثمان ديمبلي انا بحالي بحال السي الرئيس بغيت عثمان ديمبلي ديها. منين يجي واحد اللي هو معني كونسيرني بهذا البالون دور اللي هو اشرف حكيمي يقول لك انا نستاهلها، نديروا عليه خناق؟ فين هي الحريه هنا ديال التعبير او ديال انك تدلي بالمواقف ديالك داخل الحضره ديال واحد الفريق اللي كيعطي ليكزومبل، او داخل واحد العاصمه ولا واحد البلد اللي معروف بانه كل واحد له الحريه في الادلاء بدلوه في السياق اللي كتحترم الخصوصيات ديال الاخرين.